طيب بدون اي مقدمة كده، ديت الحلقة التانية من سلسلة التجارب. تمام. الحلقة الاولى اتمنتجت اول ما اتصورت على طول، يعني بعد ما اتصورت على طول دي اتمنتجت واترفعت على اليوتيوب. ان شاء الله هتبقى على اليوتيوب يوم الاثنين الساعة 4. المهم دي الحلقة التانية. ودلوقتي يلا بدل ما نقعد نرغي كتير، هنعمل قهوة نعملها بدون سكر، وهنخرج نجربها بره في البلكونة. معلش ان انا ما صورتش النهارده في الاستوديو، لان الاستوديو مكركب شويه، مش نضيف شويه، مش لذيذ قوي. تمام. فالتصوير النهارده هيبقى في المطبخ وهيبقى في البلكونه. هنعمل القهوه النهارده في المطبخ وهنخرج نجربها في البلكونه بره. بس قبل ما نبدا فكره الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتقولوا لي ايه رايكم تحت في الكومنتات، وتقولوا لي اي فكره انتوا عايزينها احنا نعملها ان شاء الله من سلسله تجارب. يلا ما تخلوناش نطول عليكم، يلا بينا. مش يا جماعه لو الاضاءه مش قد كده لان انا بصور في المطبخ وانتوا شايفين الاضاءه عامله ازاي. القهوه اهيت، والكنكه ايه اللي هنعمل فيها، والمج الصغير اللي هنشرب فيه. فهنجيب دلوقتي كده القهوه ديت زي ما انتوا شايفين كده. مش عارف في ايه. بصوا يا جماعه اهي، على قد ما اقدر انا بوريها لكم اهي. تمام. وهنحطها كده وهنشيل دوت عشان القهوه دي طبعا غاليه. فهنقفل بقى على ما نملى ميه وهنروح حاطينها، ولما تخلص ونصبها هنروح خارجينها بره نجربها في البلكونه. برضو هنصور لكم وهنقول ايه راينا برضو، هل هو حلوه بدون سكر ولا بسكر احلى. يلا خليكم معانا بقى عشان انا متعود ان انا اوريكم كل حاجه وانا بعمل كل حاجه. فهنحط دلوقتي، حطينا على النار اهي وهنوطي خالص. يعني القهوه دي بالذات مش زي الشاي، ماشي؟ هي لازم تولع عليها خفيف خالص. هتوطي النار اللي هي خفيف خالص، اللي هي مثلا كده، وتسيبها تغلي براحتها على ما قد ما تقدر عشان القهوه تطلع حلوه والوش يطلع حلو. لو انت عايز قهوه بوش، لو مش عايز قهوه بوش بقى وعايزها تحرقها فهتعلي عليها النار. دي هتطلع اللي هي القهوه البايظه بقى اللي هي من غير وش وهتبقى محروقه. طيب يا جماعه انا عملت القهوه اهيت يا جماعه. ناخد بس السر المصغره. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عشان اول مره بس نجربها مره ودلع. انت عارفين اللي هي بتنزل تخلي البق دلع كده ومر، هي دي. هنحطها هنا برضو عشان هنقول لكم على حاجه. طيب فوائد القهوه الساده او القهوه بدون سكر. فوائد القهوه بدون سكر هتظهر لكم هنا، ولان انا ملحقتش احفظ اللي هي يعني فوائدها. هي يا دوب دخلت بصيت كده بس قلتها لكم من على جوجل. شوفوا بقى انتوا عايزين ايه الفيديو الجاي واكتبوا لي تحت في الكومنتات. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو بتاع تجربة الشاي بدون سكر دوت. بعد ما الفيديو اتصور على طول نزل على برنامج المونتاج، خلص مونتاج في اقل من ساعتين، راح مرفوع. على ما رفعته على اليوتيوب كان هو عملت له صورة مصغرة وحطيتها له. ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.